السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة اخترنا لك معايا بشرى بنزفها إليكم تعيينات وزارة الكهرباء. تعالوا نتعرف على تعيينات وزارة الكهرباء والتخصصات المطلوبة لشغل الوظائف لعام 2023. أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لشغل العدد من الوظائف القيادية من الدرجة العالية من ضمن العاملين بالقطاع. نوعية الوظائف المطلوبة حددت الشركة في بيان وفقا لإعلان رقم 3 لسنة 2023 عن حاجتها لشغل وظائف من الدرجة العالية بدرجة رئيس قطاع الخدمات الطبية بقطاع القاهرة الطبي، ورئيس قطاع الخدمات الطبية بقطاع أسيوط الطبي. طب إيه التخصصات والمؤهلات المطلوبة للمتقدمين؟ كشفت الشركة عن المؤهلات العلمية وشروط شغل الوظائف المطلوبة كالتالي: أن يكون متقدم حاصل على بكالوريوس طب وجراحة وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 سنة، ويفضل مؤهل علمي أعلى وقضاء فترة مناسبة في إدارة المستشفيات، قضاء مدة بينية لا تقل عن سنة في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها، اجتياز البرامج التدريبية المقررة، قدرة فائقة على القيادة والتوجيه، إجادة اللغة الإنجليزية، إجادة الحاسب الآلي. وكشفت شركة الخدمات عن الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي: على رغيب شغل الوظيفة المشار إليها التقدم بطلب باسم السيد رئيس الأمانة الفنية للجنة اختبار شاغلي الوظائف القيادية والنظيرة بشركة الخدمات الطبية على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدات اللي تم عمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك، اقتراحات لتطوير الأداء للوظيفة المتقدم إليها ألا يكون قد سبق استبعاده من ذات الوظيفة. الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملها على النقل في حالة ترشيح للتعيين بالشركة، ومرفق بها المسندات الدالة على شخصية المتقدم وبيان تدرج وظيفي من جهة العمل. الشركة غير مسؤولة عن تدبير الإقامة للمتقدمين من الخارج. تقدم الطلبات والمسندات من أصل و8 نسخ زائد صورة شخصية حديثة زائد نسخة تحليل المخدرات. بتقدم إلى الأمانة الفنية بقطاع الموارد البشرية بديوان عام الشركة بمستشفى كهرباء بألماظة، آخر شارع الثورة، ألماظة، القاهرة. وحددت الشركة يوم الأربع 19/7 الجاري آخر ميعاد لتقديم طلبات الراغبين في شغل الوظائف المشار إليها، لافتا إلى أنه يتم اختيار المتقدمين لشغل الوظائف بموعد إجراء المقابلة. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتمنى انتوا استفدتوا منه. لو أول مرة تزوروا القناة بتاعتنا نتمنى انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. شكرا لكم أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.